السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وجبة سريعة جدا جدا، وخاصة بالنسبة اللي جاية من الشغل وعايزة تعمل وجبة سريعة وغدا سريع، وكمان هيحبوها الأطفال، واقتصادية كمان مش مكلفة قوي. أنا معايا طماطم وكيلو مكرونة وملح وكزبرة وفلفل أسود ومرقة وصلصة كمان، ومعايا ربع كيلو من اللحمة، ومقطعة هنا حوالي 4 بصلات وقرنين فلفل كبار رومي. أنا باخد نص البصل وبدبله في الصينية، بحطه في الصينية كده. الصينية دي اللي هيتعمل فيها كل حاجة. فبجيب صينية على حجم المكرونة اللي انت هتعمليها. لو كيلو مكرونة تاخدي صينية كبيرة. تمام. انا بحط عليها كزبرة وملح وفلفل اسود. بتفرق خالص البهارات لما بدبلها مع البصلة، تفرق خالص وبتفرق كمان في الطعم. بحط الملح والفلفل الاسود والكزبرة وبقلبهم كده شوية على البوتاجاز، وبعد كده بنزل باللحمة. خلاص. مش لازم ربع كيلو، ممكن اقل من ربع كيلو على فكرة تعملي بيها وجبة الغدا دي. انا هنا عندي ربع كيلو لحمة، بفضل افتته كده لغاية ما تبدأ تفك معايا. هي شوية وهتلاقيها فكت معاكي. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. فهنا بدأت معايا تتشوح كويس اللحمة. خلاص. وبعد كده بعد ما بتتشوح شويه بنزل عليها بالفلفل. انا حاطه في الفلفل الرومي، حاطه واحد فيه قرن شطه، لو انت عايزه تحطي ومش عايزه تحطيه عشان الاطفال ممكن تشيليه عادي. خلاص. دي الصينيه اللي هعمل فيها كل حاجه. فاول ما بتستوي اللحمه معايا بركنها على جنب باللحمه، ما بيجيش عندها خالص. وبعد كده بجيب حله تاني اللي انا هعمل فيها الصلصه. انا احب الصلصه اسبكها شويه على البوتاجاز، تغلي شويه على البوتاجاز. فبجيب باقي البصله وبحطها في حله فيها معلقتين سمنه او زيت. لو زيت يبقى زيت نضيف. تمام، مش لازم سمنه يعني. وبدبلهم على البوتاجاز كده شويه، وبعد كده بنزل بيهم بالكزبره والملح والفلفل الاسود برضو. خلاص. وبعد كده انا معايا ضربه طماطم في الخلاط. خلاص. وبحط الطماطم تتسبك شويه على البوتاجاز، وبرضو بركنها لغايه ما اخلص الحاجه التانية اللحمه تستوي معايا. تمام. وبنزل هنا بالفلفل اللي انا قلت لك عليه، فلفل رومي ومعاه فلفل شطه، وبتقلبيهم شويه، وبعد كده بتبداي تساوي بقى اللحمه من تحت. وبركن الصينيه دي كده على جنب. خلاص انا كده طفيت على صينيه اللحمه، خلاص اتعصجت معايا. وهنا ببدا بقى اعمل الصلصه، وبعد كده بنزل عليها بالطماطم. خلاص. حوالي كده كيلو ونص من الطماطم، او كيلو، يعني ممكن كيلو ونص تتسبك معاكي عشان لما بتتسبك بتقل. فخليها كيلو ونص من الطماطم على كيلو مكرونه. وابدا احط معلقتين صلصه. وبرضو بكمل بالبهارات. برضو انا حطيت برضو في بهارات في البصله، فلفل اسود وكزبره وملح. وبنزل هنا بقى بالمرقه. بنحط مرقتين كده حلوين كده بيدوا طعم حلو جدا. وبسيبها على البوتاجاز لغايه ما تغلي شويه، تتسبك شويه كده معايا. وبعد كده بطفي عليها. يعني بجد اكله سريعه وسهله وحلوه جدا جدا، خاصه اللي جايه من الشغل وعايزه تعمل اكله سريعه وهيحبوها الاطفال. ومش لازم بقى طواجن، ان كل واحد طاجن معاه كده. لا، ممكن تعمليها في صينيه كبيره وتبداي تقطعيها مثلثات او مربعات براحتك عادي. تمام. انا جبت هنا الصينيه اللي فيها اللحمه المفرومه، ورحت حطيت عليها المكرونه نيه ولا سلقتها ولا اي حاجه خالص. حطيت عليها كيلو المكرونه، وبعد كده هنزل عليها بالصلصه اللي هي اتسبكت على البوتاجاز اللي احنا عملناها برضو مع بعض لغايه ما تغطي المكرونه. لو حسيتي ان هي الصلصه قليله ممكن تضيفي شوربه لو عندك، او مثلا شويه ميه وتقلبيهم كويس كده. اهم حاجه تغطي المكرونه من فوق، يعني الصلصه تبقى مغطيه المكرونه. تمام. انا مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الوسطاني، بتحطيها وبتغطيها. لازم تغطي المكرونه من فوق لان انا مش عايزاها تعمل وش، انا عايزاها تستوي لانها هي تتقلب معايا. وبعد كده بعد ما بتاخد حوالي ساعة الا جوه البوتاجاز بجد بتستوي معاكي اقل كمان من ساعة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.